السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم. إليكم اليوم 10 نجوم صغار أجانب لن تعرفهم اليوم. 10. أليكس فيغا. بدأت مشوارها الفني كنجمة صاعدة بدور كارمين كورتيز في سلسلة أفلام سباي كيدز، وشاركت بعدة أفلام أخرى بعد أن تخطت مرحلة الطفولة. في المرتبة التاسعة كريستينا ريتشي. لعبت كريستينا دور الابنة الظريفة في فيلم عائلة آدامز عام 1991، وبطبيعة الحال تغيرت ملامحها منذ ذلك الحين. شاركت لاحقا بالعديد من الأفلام والمسلسلات، ورشحت لجائزة إيمي عن دورها في مسلسل غريز أناتومي. في المرتبة الثامنة جوزيف غوردون ليفيت. صدقوا أو لا تصدقوا، جوزيف غوردون يعمل في التمثيل بالإعلانات والأفلام والمسلسلات منذ أكثر من 20 عاما. يبلغ من العمر 33 عاما، وهو حاليا معروف بأعماله التمثيلية والإخراجية. دخل عالم الشهرة من خلال دوره في فيلم Angels in the Outfield، ومسيرته الفنية تحفل بما يزيد عن 30 دورا. بدأها بلعب أدوار الأطفال الظرفاء، وغدا ممثلا مطلوبا للأدوار الرئيسية. في المرتبة السابعة كايت ماي بيرلي. أول ظهور للممثلة الإنجليزية كايت كان في فيلم The Secret Garden عام 1993، وحين كانت في 11 من العمر شاركت في فيلم Gulliver's Travels و Finding Neverland، إضافة إلى العديد من الأفلام الأخرى. في المرتبة السادسة لارك فورهيز. لارك معروفة بفضل أدائها دور الفتاة المرحة ليسا تورتل في فيلم Saved by the Bell، وكذلك من خلال ظهورها في مسلسل فريش برنس أوف بيلير عام 2012. صرحت والدتها بأنها تعاني من اضطراب المزاج ثنائي القطب، لكن لارك نفت ذلك. بغض النظر عما إذا كان لديها اضطراب مرضي أم لا، فإن أحوالها لا تبدو جيدة، وشكلها الآن مختلف تماما عما عاهدناه. في المرتبة الخامسة جوناثان ليبينكي. كان جوناثان في 6 من العمر حين ظهر مع توم كروز في الفيلم الشهير جيري ماغواير، ولاحقا شارك في فيلم ستيوارت ليتل ومسلسل ذا سانز كريك. لا عجب في أنكم لن تتعرفوا عليه الآن وهو في العشرينيات من العمر، إذ إنه غاب عن الشاشة لفترة طويلة، وفضل التركيز على الأعمال الخيرية من خلال العمل مع مؤسسة أبحاث السكري لدى اليافعين ومؤسسة أبحاث سرطان الثدي. هو أيضا يتدرب على الفنون القتالية ومهتم باحتراف المصارعة. في المرتبة الرابعة ماكولي كالكن. مدبر المقالب الذي يحبه الجميع برز للأضواء من خلال دوره في الثنائية واسعة الشهرة هوم ألون، والتي تجاوزت عائدتها $500,000,000. كان يعد الأنجح بين الممثلين الأطفال حين كان في أوج شهرته، وقد نال جائزة جولدن جلوب وهو في 10 من العمر فقط عن دوره في الجزء الأول من سلسلة هوم ألون. كان آخر ظهور له على الشاشة الكبيرة عام 2009، ويبدو أنه اعتزل التمثيل منذ ذلك الحين. تغير شكله كثيرا عما عرفناه، وذلك يعزى لإفراطه بتعاطي المخدرات والكحول. في المرتبة الثالثة إيما واتسون. كان عمر إيما واتسون 11 عاما حين ظهرت في أول أفلام هاري بوتر بدور هيرموني جرانجر، وطبعا تغير شكلها الآن بعد أن أصبحت صبية. في المرتبة الثانية هايلي جول أوزموند. بدأ هايلي التمثيل حين كان في 4 من العمر من خلال ظهوره في إعلان تلفزيوني لبيتزا هات، وحين كان في 11 رشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم The Sixth Sense، وبذلك كان ثاني أصغر ممثل على الإطلاق يرشح لنيل تلك الجائزة. تعاطيه المخدرات أثر على عمله الفني، وتسبب باعتقاله عام 2006 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول وحيازة المخدرات، لكنه عاد للمسرح بعدها وتخرج من جامعة نيويورك للفنون عام 2010، وهو يعمل حاليا على أفلام ستصدر لاحقا. يحل في المرتبة الأولى ماثيو لويس. قبل أكثر من 10 سنوات ظهر ماثيو لويس في فيلم هاري بوتر بدور التلميذ لفنون السحر نيفل لونغ بيتن، وبعد عيشه فترة مراهقة غير عادية أثناء تمثيله في أفلام هاري بوتر غير ماثيو إطلالته كليا. حقيقة الأمر أنه كان مرتبطا مع الشركة المنتجة للفيلم بعقد يلزمه بإبقاء أسنانه على شكلها وعدم الخضوع لعملية جراحية لتسويتها طوال فترة أدائه للشخصية، والتي دامت ل10 سنوات. ومع مرور الوقت صار يرتدي بزة ليبدو سمينا، حيث إن وزنه قل عن الوزن المحدد للشخصية.
ماثيو يبلغ من العمر الآن 25 عاما، وقد خضع لعملية لتسوية أسنانه بعد أن أنهى العمل على آخر أجزاء السلسلة. ولابد أنكم قد لاحظتم أن وزنه قل كثيرا عما بدا عليه في فيلم هاري بوتر الصادر عام 2011. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم. تريدون الإبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحيد مجلة الوثائقيات. انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك. مجلة الوثائقيات، في كل لحظة جديد.